السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان مجالات الأخلاق البيوطبية. عندنا مجالات الأخلاق البيوطبية 3: أخلاقيات العيادة، أخلاقيات البحث العلمي، وأخلاقيات السياسة الصحية. في البداية لازم نعرف إن في ارتباط كبير جدا بين البيوتيقة والفلسفة. في الوقت اللي بيرى البعض إن البيوتيقة دي تعتبر استمرار لأخلاقيات الطب الكلاسيكية، فهناك في اتجاه بيمثله واحد اسمه فان بوتر، بيقول إن البيوتيقة دي فكر أخلاقي جديد، وأي تجديد لفرع أساسي أو هي تعتبر تجديد لفرع أساسي من فروع الفلسفة اللي هو الأكسيولوجيا اللي هو مبحث القيم. لو جينا في الأول ناخد إيه هي أخلاق العيادة، بيعرفها هنا الفيلسوف ديفيد روس إن هي التي ترتبط بكل ما يواجه الأطباء من قرارات وشكوك ومشكلات، سواء أمام سرير المريض أو بغرفة العمليات أو حتى بمنزل المريض. فهنا بترتبط عندي أخلاق العيادة بأطراف 3 هم المريض والطبيب والمجتمع، وجميعهم بيتناقشوا حول حالة المريض وآلامه وعلاجه وغيرها. فهنا بتسهل هنا وضع خطة لعلاج المريض واحترامه. لو احنا جينا ناخد مثال هنا على أخلاق العيادة، عندنا إن مثال على كده إن هو بيسعى الطبيب لبذل أقصى جهد لديه من أجل الحفاظ مثلا على الأطفال حديثي الولادة اللي هم بيبقوا مصابين مثلا بأمراض خطيرة، مع مراعاة الحفاظ على حياة أمهاتهم. تاني حاجة عندنا اللي احنا بنسميها اللي هي أخلاقيات البحث العلمي، هي تحديد الجوانب الأخلاقية للأبحاث العلمية اللي بتقوم على دراسة الإنسان أو أجزاء من جسمه. سبب ظهورها اللي هو التجارب اللي أصبحت تجرى على البشر، فانتهت الموضوع ده بوضع بروتوكولات للأبحاث اللي هي بتحقق التوازن بين الفايدة من التجارب مع احترام كرامة المفحوصين. لو احنا جينا ناخد مثال على أخلاقيات البحث العلمي، عندنا زي مثلا مراعاة الأطباء للفئات غير القادرة على اتخاذ القرارات زي الأطفال والمعاقين ذهنيا وكبار السن اللي بيعانوا مثلا من أمراض الشيخوخة والزهايمر في الاشتراك في البحث العلمي، فطبعا دول بيجنبوهم إجراء تجارب عليهم في البحث العلمي. تالت حاجة عندنا اللي هي أخلاقيات السياسة الصحية. أخلاقيات السياسة الصحية دي عبارة عن مجموعة من الخطط والقوانين اللي بتضعها السلطات الطبية دون تمييز، زي مثلا وزارة الصحة، لجنة الصحة بمجلس الشعب. دي بالنسبة لأخلاقيات السياسة الصحية. طب أنا عندي هنا في حاجة اسمها مستويات السياسة الصحية. المستويات دي أول حاجة عندنا اللي هي الصحة العمومية، تاني حاجة عندنا منظومة العلاج، وتالت حاجة عندنا اللي احنا بنسميها توزيع الموارد الصحية. مثال على كده زي مثلا قيام الدولة بإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات. ده بالنسبة عندنا لمجالات الأخلاق البيوطبية. لو احنا جينا نلخصها كده ببساطة هنلاقي ان عندنا أخلاق العيادة هي أخلاقيات بيلتزم بها الطبيب مع المريض جوه العيادة أو أمام سرير المريض أو في غرفة العمليات. طب ايه هي أخلاق البحث العلمي؟ هي أخلاقيات برضو بيراعيها العالم عند إجراء الأبحاث والدراسات التجريبية على الأفراد. طب ايه هي أخلاقيات السياسة الصحية؟ هي أخلاقيات بيجب الالتزام بها عند وضع الخطط والقوانين العلاجية لكل أفراد المجتمع.